بقول لك انا دي دلوقتي داخل لي في اسبوع، رحت بتاع لثلاث دكاتره دلوقتي بتاع جبن فيا، وحسيت جبن فيا بسببك. المهم انا فهمت من الدكتور ان ريحه العرق بتاعتك انت هي اللي عامله ده كله. بس دلوقتي خلاص الريحه فيها هتجوع. محمد خلي بالك يا راجل، انت ده انا بشمك من على بعد متر يا راجل، وانت داخل عليا بشمك. انت بتحطش مزيل ولا ايه؟ ما هو المصيبه انك ما بتحطش ليه طيب؟ ما انت مش هتشم نفسك يخرب بيتك. شوف الواد يقول لي قال لي ما فيش ريحه عرق، ما انت مش شامم نفسك، ده انت ريحتك جبر يا اخي. ها حط ان شاء الله تحط بطاس يا اخي تحت باطك يا اخي، جيب شويه بطاس من عند العطار كده وحطهم يا اخي تحت باطك يا اخي، ما تشمنيش انا ريحتك يا اخي. لا وفي مصيبه تانية انت بتعملها برضه يا محمد، انا مش برضه يعني انا مستحملك والله عشان انت صاحبي وحبيبي، انا مستحملك. ايه تبقى جاي الصبح يعني الشغل يعني ريحه البصل والثوم دول اللي انت بتبقى ليه يا عم على الصبح يا عم؟ ها عربيه الفول؟ وانا مالي يا عم ولا عربيه الفول؟ تقعد تشممني في البصل يا اخي، مناخيري باظت يا اخي وريحتك يعني يمكن الخل يا اخي الطاج يا اخي. يعني انا لو اشم خل كده اهو احسن ما اشمك انت. انا ببقى صاحي الصبح ورايح الشغل ببقى شايل هم الموضوع ده، لا وتيجي تقف تلزق جنبي حسسني ان انت حاطط ريمكس. ما انا اشتريت بخاخات معدنة العافيه يا اخي بسببك يا اخي. ها لا والنبي وحياة البصل دي عايز تاكل يا عم في عربيه الفول كل يا عم، بس وانت جاي كده اهوت هات نعناع، جيب نعناع كده اهوت عشان لما تيجي تتكلم مع حد تتكلم معاه مش تمخ في وشه بصل انت على الصبح. كل واحد كده ايه كل يوم الصبح كده وهو نازل او رايح مشوار كان ليل ولا صبح يستحمى والنبي، عشان الواحد والله العظيم خلاص مش قادر والله يا ابني اتنفس يا ابني. كل ما يعني لما بتلاقي حد تقف معاه، في ناس كده تلاقي ريحتهم حلوه كده تتمنى تقف معاهم، وفي ناس بعيد عنك تبقى مش طايق، واللي مش طايقه ده يفضل يحضن فيك ويقول لك حبيبي اديني فتره ما شفتكش يا عم، مش عايز اشوفك انا يا عم. يا عم انا مش عايز اشوفك، انا شايفك من بعيد كده مرتاح نفسيا، لما بتجرب مني بتجيلي اكتئاب. انا بيجيلي اكتئاب والله.